هلو هلو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وحلوين كده والدنيا كويسة معاكم. آم، كنت عايزة احكي لكم على حاجة كده، يعني فكرت فيها. بصوا، هو كان عندي بنطلون جديد كنت جايباه. كان اسود، كنت بحبه جدا، يعني كان شكله لطيف كده وحلو شيك. بس مع الاستخدام وكده الدنيا حسيت انه ابتدى يوبر شوية. فما جيت البسه تاني بعد كده لقيت ان الدنيا مش الطف حاجة، يعني كان شكله بقى مش لطيف، مش حلو. فابتديت ان انا اركنه، ابتديت ان انا ملبسوش لغاية بس ما اشوف له حل. وبعدين لقيت في مكنة وبر كده، فجبتها قلت ايه اجرب اشوف لو نفع يعني. لانه انا بحبه جدا، فنفسي ابقى البسه تاني يعني، وحرام لسه جديد ما اتلبست كتير اصلا. بس فالمهم يعني جبت مكنة الوبرة دي وابتديت ان انا اجرب. فعلا البنطلون طلع حلو جدا. وانا بعمل البنطلون بالمكنة دي جت في دماغي فكرة انه احنا كبني ادمين يعني، كاشخاص. ففي الزمن ده بيجي علينا حاجات ما كانتش موجودة فينا اصلا قبل كده. يعني ساعات كتير نحس ان احنا في سنة غضب غريبة علينا، احنا ما كناش بنغضب بسرعة كده او بنتعصب بسرعة كده. في شتايم مثلا طلعت على لساننا غريبة ما كناش متعودين عليها. في حاجات كده في حياتنا، في شخصيتنا بتبتدي تظهر، هي ما كانتش موجودة اصلا عندنا. يعني هي بسبب الزمن والاحداث والحاجات اللي حوالينا اللي بتحصل، بتلاقي نفسك او بتلاقي نفسك في حاجة غلط، او في حاجة جت عليك، يعني جت علينا مش بتاعتنا اصلا، مش من طبيعتنا، مش من شخصيتنا. فده اللي انا حسيت بيه، انه وانا بشيل الوبرة من البنطلون والبنطلون ابتدى يرجع تاني جديد وحلو، الله بقى شكله حلو وشيك تاني، رجع تاني زي ما كان. ليه احنا ما نعملش كده؟ وانس ان انا عرفت انه فيا وبرة صغيرة مش بتاعتي، او عايزة اشيلها بسبب الظروف الزمن والاحداث اللي بتحصل حواليا، عايزة اشيلها. فدي حاجة كويسة جدا، هي دي مكنة الوبر بتاعتنا. وانس ان انا عرفت هي ايه، هبتدي اركز فيها وهبتدي ان انا اتخلص منها، وهرجع تاني بني ادم كويس، شخصية كويسة اللي انا بحبها، اللي انا متعود عليها. ما تسيبوش نفسكم للاحداث والزمن والحاجات والتغيرات اللي بتحصل فينا كده اهو. بلاش بجد، ارجعوا تاني زي ما انتوا بتحبوا نفسكم، زي ما انتوا دايما شايفين نفسكم حلوين وكويسين. يعني يا ريت يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. اشوفكم على خير.